احتجنا للجامعة المصغرة من يونيفرسيتي بدنا نستخدم مفتاح التنبؤ. نتوقع ماذا لو قرر واحد فيكم ياخذ تخصص شيف. تمام يا ابطال؟ تمام. فاليوم بدنا نطبق احنا وياكم الكوكيز مع بعض ضمن الفريق الواحد. تمام؟ تمام يا ابطال؟ في عندنا مجموعة راح تشتغل فيه وانتم راح تكملوا. جاهزين؟ جاهزين. أول شيء الكوكيز شو بيحتاج؟ أهم شيء الزبدة. في عندنا كوب من الزبدة بنضعه هون. يلا تفضل يا يافا حطي لنا إياه هون. يا أبطال بالكوكيز نستخدم السكر البني. السكر إيش يا أبطال؟ البني. هون نص كاسة سكر بني. تفضل حطي لنا إياها يا ليلى. ممتازة أحسنت. طيب وكمان بدنا نحط عليها كوب سكر عادي. يلا تفضلي ديري لنا السكر كمان. يلا يلا ديري كله. احسنتي شكرا إلك. هلا شو بدنا نعمل؟ لازم يا ابطال نخلطه كويس بالخلاط عشان يصير مزيج واحد. يلا يا أسيد تعمل هيك وبتخلط. يلا شوي. يلا طبعا بيضة. ايوه يلا ايوه خافي. اساعدك انا. يا ابطال نحط بيضة واحدة على الكوكيز. تفضل يلا حطيها. ايوه بحمل خفيش. قربي ايديك. نحط عليه فانيلا. يلا تفضل يا سيد كنين. قرب ايدك بس ارفع ايدك شوي. يلا افرشها. ممتاز. يلا مع الزبدة. صب يلا يا طارق. كوب من الدقيق على المكونات السابقة ولازم يكون على الدقيق من قبل. عندي بيكنج باودر معلقة بيكنج باودر أنا حطيتها من قبل. الآن بس كيف بدنا نضيف؟ شوي وإحنا ننخل. يلا شوي وإحنا ننخل هيك. شو بدنا نحط كمان؟ نحط عليها شوكولاتة ونحرك. يلا حركي شوي يلا. ايوه خلص هيك خلصناها. عجينتنا صارت جاهزه واهم شيء انه نحطها بالثلاجه اقل شيء ساعه. قديش يا ابطال؟ ساعه. يلا نستعد بعديها للخبز. جاهزين؟ جاهزين. صار عندنا الكوكيز جاهز بعد ما عملناه وحطيناه بالثلاجه وعملنا عجينه ساده وعجينه بالكاكاو. هتجهزوها حطوا عليها الشوكولاته عشان نخبزها. جاهزين؟